ان انا اعلم ولادي ازاي يحترموا خصوصية جسمهم، انا بعلمها لهم من بدري. ونفس الحكاية انه ما ينفعش حد يلمسك غير لما يستأذنك. ودي من اكتر الحاجات اللي الاهالي ما بتاخدش بالها، بتزق الطفل ان هو يتلمس من الاقارب ومن الاصدقاء ومن الاحباب. لا، حضرتك لازم الاقارب والاحباب يستأذنوا قبل ما يلمسوا الطفل، لان دي من الحاجات اللي بتقوي عند الطفل احساسه بانه مش مسموح لحد يلمسني غير لو انا سمحت له. فلما حضرتك تحطي الفكره دي في دماغه، بيبقى ده البذره اللي هيبتدي فيها يعرف انه محدش يلمسني غير لما اكون موافق. مع البذره التانيه بتاعت ان في اماكن ما ينفعش انها تتلمس خالص تحت اي مسمى من المسميات، هنا انا لما اضم الاتنين دول مع بعض ابقى الطفل ابتديت اعلمه ازاي خصوصيتي وان جسدي له حرمته اللي ما ينفعش ان حد يلمسه من غير موافقتي. دي بدايات ازاي الطفل يحمي نفسه من انه يتعرض لاي نوع من انواع الاساءة الجسدية. نمرة 2، ان انا ابقى دايما مدياله فرصة انه يحكي ويتكلم في اي موضوع.